حسن، من فضلك بلاش أي حد يعرف الموضوع ده، لأنه حساس قوي بالنسبة لي، وأكيد يعني أي كلام فيه هيجرحني. طبعا اكيد اكيد. يلا، تصبحي على خير. انا داخل انام. ده جوزي اللي امنته على سر، وده كان بداية رد فعلي اللي وجعني قوي. وقبل ما احكي لكم ايه هو السر ده وسبب رد فعله كمان، بدعوكم الاول تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2 وقضايا حكاوي الدنيا، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو انت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. وبينا نبدأ حكايتنا. أنا ياسمين، متجوزة من سنتين بعد خطوبة استمرت 3 سنين. أصل يعني الظروف وقتها ما كانتش أحسن حاجة، زي ما هتشوفوا كده بالظبط. هي ياسمين، أنا مسكتة أبوكي بالعافية، مش هينفع اللي خطيبك بيعمله ده. وهو عمل إيه بس يا ماما؟ كان متفق على سنة، وبعد سنة أجل لسنة ونص، وبعدين لسنتين. لا، كده مش هينفع. هو هيربطك معاه العمر كله ولا ايه؟ وهو يعمل ايه بس يا ماما؟ ما غصب عنه. اديكي شايفه الظروف ملخبطه معاه ازاي. يتصرف يا بنتي. انا مش عارفه اقول لابوكي ايه. حتى اخوكي ما بقاش بالع الموضوع ده خالص. اصبروا شويه بس يا ماما، يثبت كده وان شاء الله كل حاجه هتكون احسن. وبعدين يعني انا بحب حسن يا ماما، وهصبر عليه حتى لو العمر كله. ماشي يا اختي، خليه ينفعك لحد لما تخللي كده جنبه. هو بيقولي بقى الكلام ده لابوكي واخوكي. ورغم ضغوط اهلي عليا، لكن فضلت متمسكه بيه ومستحمله ظروفه، ودورت له على فرص شغل كتير لحد ما في يوم خليته ينزل يقابلني بسرعه، زي ما هقول لكم دلوقتي كده. في ايه يا بنتي؟ جايباني على ملا وشي كده ليه؟ فرصه عمرنا يا حسن. خال واحده صاحبتي شغال HR في الشركه دي، وطالبين تخصصها. انت بتتكلمي جد يا ياسمين؟ دي شركه مهمه جدا، دي مالتي ناشونال، والمرتبات فيها خياليه، ومش اي حد بيقبلوه. ما تقلقش، انا ظبطت لك الدنيا كلها. انت بس ركز وان شاء الله كل حاجه تمشي كويس قوي. وفضلت اشجع فيه، والحمد لله اتقبل في الشركه. وبرضه استنيته لحد ما خلص كل التزاماته، واخيرا اتجوزنا بعد مرور 3 سنين خطوبه. وكانت فرحتنا وقتها مش سيعانه يا جماعه. بصوا كده. ايه يا ياسمين؟ انا مش مصدق نفسي. اخيرا اتجوزنا وبقينا في بيت واحد. والله يا حسن ولا انا كمان مصدقه. اخيرا بعد 3 سنين عافرنا علشان نوصل لحلمنا. لولاك يا حبيبتي بعد اراده ربنا ما كنتش وصلت لاي حاجه من اللي وصلت لها دي. ده كفايه صبرك عليا ووقوفك جنبي لحد ما وقفت على رجلي. انتي انتي وش الخير عليا. عارف يا حسن، انا حاسه اني خلاص مش عايزه اي حاجه تانية من الدنيا. انت كل اللي اتمنيته. ولما نخلف ان شاء الله هحكي لاولادنا عن شطاره ابوهم لحد ما وفى بوعده ليا. حقيقي وقتها حسيت اني خلاص استكفيت، ما بقتش عايزه اي حاجه تانية. والحمد لله حياتنا كانت مستقره، مفيش اي مشاكل ما بيننا، غير بس يعني الخلافات البسيطه اللي بتحصل في اي بيت. ولازم قبل ما ننام نكون متصالحين، زي ما حواريكوا كده. انا داخله انام. بقول لك انا داخل انام. ماشي، نام. يعني ايه ماشي؟ يعني اسمها تصبح على خير يا حبيبي ولا ايه؟ هو والله الظاهر انك نسيت ان احنا متخاصمين، وانك زعقت فيا لما قلت لك الاكل هيتاخر 10 دقايق. وايه يعني 10 دقايق تقوم مزعق لي كده؟ اولا انا كنت جعان وقتها،
وبعدين ما قصدتش ازعق لك ولا حاجه، انا ما كنتش عايزه اضايقك. ثانيا بقى والاهم اننا ما ينفعش ننام واحنا زعلانين من بعض ابدا. انت فاهمه ولا لا؟ ماشي، تصبح على خير يا حبيبي. خلاص، حلو كده. لا، مش حلو كده. اتفضلي يلا عشان تنامي جنبي. وخلاص بقى، حقك عليا يا ستي، ما تزعليش مني. شيلي التكشيره بقى دي. هو ما يسكتش غير لما يضحكني، واوقات كتير برضو كنت انا اللي بصالحه. المهم ان احنا نكون متصالحين وخلاص. والايام والشهور جرت وعدت بينا لحد ما فات سنه كامله. وبقى كل اللي يشوفنا ما عندهوش الا موضوع واحد بس، يعني اكيد عارفينه. تعالوا طيب، انا هحكيه لكم. والله انا مبسوطه قوي اني شفتك يا حسن، انت وياسمين. ده انت طلعتي زي العسل يا ياسو. ربنا يخليك يا طنط. شكرا. لا، واكلها بقى يا خالتي عسل اكتر كمان. ولا ايه يا ماما؟ اه والله، تاكلي صوابعك وراه. ما انت دوقتي الكيكه، هي اللي عاملاها لي. الصراحه تحفه. تسلم ايديكي يا حبيبتي. عقبال ما ناكل يوم سبوع النونو. هنجرى ايه بقى يا ولاد؟ مش هتفرحونا ولا ايه؟ هو ما فيش حاجه جايه في السكه لسه؟ لسه والله يا خالتي، ربنا يسهل ان شاء الله. اه يا اختي، ادعي لهم بجد. نفسي افرح بعوض حسن بقى، هو شيل كده ابنه في حضني. ان شاء الله يا حبيبتي، ربنا يرزقكم الذريه الصالحه يا ولاد. والحقيقه مش اهله بس اللي كانوا بيسالوا، لا، اهلي كمان، واصحابنا ومعارفنا، وناقص عم عبده البواب. لحد ما احنا كمان قلقنا، لان فات على جوازنا سنه ونص ولسه مفيش حمل. وكل ما الوقت بيعدي الاسئله بتزيد. وعشان كده قررنا نروح للدكتور. وهناك سمعت اصعب خبر زي ما هتسمعوا كده. خير يا دكتور؟ التحاليل فيها اي حاجه؟ طمنا. والله التحاليل والفحوصات اللي قدامي بتقول ان مدام ياسمين عندها مشكله. انا انا يا دكتور؟ مشكله ايه؟ يعني انا مش هخلف ولا تقصد ايه؟ ايه بس يا جماعه، ليه التوتر والقلق ده؟ اولا خلي عندك امل في ربنا. ثانيا بقى احنا محتاجين نمشي فتره كده على علاج، ولازم يكون عندنا شويه صبر، وان شاء الله ربنا هيكرمك. يعني دكتور، هي مشكله كبيره ولا ايه؟ يعني هي محتاجه وقت قد ايه مثلا؟ قد ايه بالظبط بقى دي بتاعت ربنا يا استاذ حسن. بس الحقيقه المشكله دي محتاجه علاج لفتره، وربنا قادر على كل شيء. ممكن الاستجابه تحصل اسرع من توقعاتنا كمان. شكرا يا دكتور، شكرا. يلا يا ياسمين. وروحنا، وطول الطريق ساكتين ما بنتكلمش. بيني وبينكم انا استنيته يقول لي اي حاجه، يعني مثلا يقول لي ولا يهمك، احنا مش مستعجلين. ولا يقول لي اهم حاجه صحتك وعلاجك، والباقي يجي على مهله. اي كلام كده يطبطب بيه عليا. بس للاسف مفيش حاجه من دي اتقالت. ووقتها انا اللي قلت له ودموعي على خدي: حسن، من فضلك بلاش اي حد يعرف الموضوع ده دلوقتي، لانه حساس قوي بالنسبه لي، واي كلام فيه هيجرحني. اه طبعا، اكيد اكيد. يلا، تصبح على خير، انا داخله انام. هو انت يا حسن هتسيبني وتنام؟ مش هتقولي اي حاجه؟ معلش يا ياسمين، انا مش قادره اتكلم دلوقتي. تصبحي على خير. هو ده كان رد فعل، ومع الوقت كلامه معايا بقى قليل قوي، واغلب الوقت قاعد عند اهله، ما بيرجعش غير يا دوبك على النوم. وما كانش قدامي غير اني اتكلم معاه واحاول افهم منه سبب تغييره ده ايه.
ايه يا حسن؟ انت لسه فاكر ان ليك بيت؟ معلش، القعدة اخدتني معاهم شوية النهاردة. وهو النهاردة وبس يا حسن؟ انا كل يوم على نفس الحال ده. انت حتى مصروف البيت ما بقتش بتسيبه. انا بروح عند اهلي علشان ما تعبكيش بطلباتي، وافتكر ان اللي في البيت يعني يكفيك. يكفيني ازاي؟ وهو انت بتيجي علشان تعرف ايه اللي في البيت وايه اللي خلاص؟ ده انا حتى علاجي خلاص يا حسن. ابقي جيبي من معاكي، وبعدين هبقى حاسبك يا ستي. وشويه شويه ما بقاش يسيب فلوس خالص، وكمان ما بقاش يجي البيت خالص، وبيبات عند اهله. ولما الوضع استمر كده وما بقاش فيه فايده، اضطريت احكي لاخويا. ووقتها حسن دخل اهلي واهله كلهم، وحصل اللي هتشوفوه ده. انا كنت حابب اتكلم ما بيني وما بينك يا حسن، ما كانش فيه داعي يعني لكل التجمع ده. لا، في داعي، علشان اهلي واهلك لازم يعرفوا الكلام ده ويبقوا شاهدين عليه. كلام ايه يا ابني؟ مش كفايه ان اختي مستحمله حياتك بره البيت بالشكل ده، واهمالك لبيتك وليها، وساكته وصابره؟ لا بقى، لو سمحت حاسب. انا اللي ساكت وصابر بقالي فتره، واختك حرماني من نعمه العيال. ايه؟ عيال ايه؟ انا مش فاهم حاجه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا اللي ساكت وصابر ومحروم كمان بسببها هي؟ في ايه يا ياسمين؟ انا مش فاهم حاجه، ما تتكلمي. مصدومه، مصدومه من اللي هو بيقوله. هو عايز يقول لهم على كل حاجه، ولا فارق معاه مشاعري. ساعتها بصيت لاخويا وقلت هو صح. انا عندي مشكله وبتعالج منها علشان الحمل، بس انا مش هحرمك يا حسن. يعني ايه؟ يعني انا هتطلق. هتطلق لانك مش امين على سر، ومش لاقيه معاك الامان والستر. هو انا قلت حاجه مش من حقي ولا ايه؟ يمكن لو كنت واجهتني من الاول وصرحتني انك مش هتقدر تصبر وتتحمل، كان يبقى من حقك وما كنتش هلوم عليك. بس انت اخترت تكشف سر وستر بيتنا. انا متفقه معاك يا حسن انك تصبر عليا شويه فتره علاجي، وما تقولش لحد. ووسط احراجي من كل اللي قاعدين وكسوفي من كلامه ده، بس انا وقتها صممت على الطلاق، وكنت شايفاه في اللحظه دي غريبه عني. مش هو ده حسن اللي حبيته ووقفت جنبه. بس انا ما يأستش وكملت علاجي، ولان عوض ربنا كبير اتجوزت رامي. رامي ارمل ومش مخلف. ومن اول يوم قلت له الحقيقه كلها. رامي، انت لازم تكون عارف ان عندي مشكله في الخلفه، بس انا بتعالج بقالي فتره، ويا عالم هخلف ولا لا. من يوم ما مراتي اتوفت الله يرحمها من سنتين، وانا ما حبيتش حد الا لما شفتك انت. لقيت معاكي الراحه والحب اللي افتقدتهم من وقتها، وعلشان انا اتحرمت منهم، عارف قيمتك كويس قوي يا ياسمين، ومقدرك. يعني ايه؟ انا مش فاهمه. يعني انا هتجوزك حتى لو مش هنخلف خالص. انا مستكفي بيكي انت. واتجوزنا، وبعد سنتين ربنا كرمنا بولد جميل. وجيت النهارده بقى علشان اقول لكم ان الفجر في الخصومه وكشف ستر البيت بيحصل من ناس كتير قوي. لازم لما نختار شريك حياتنا نختار اللي يشاركنا همنا ويبقى شايفه همه هو كمان. اختاروا اللي في الحلو يفرحكم، واللي في الوحش يعرف يصبر علشان تكملوا، ويطبطب ويهون. ودي كانت قصتنا النهاردة، واشوفكم ان شاء الله في قصة جديدة. ولو وصلنا لحد النهاية ما تنسوش تدعموني باللايك.